القضية الترند هذه الفترة كانت قضية مقتل مصممة الديكور الشهيرة عائشة جنقلة. عائشة كانت مصممة ديكور مشهورة في مقديشو، من خلال حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي بتلاقوا أعمالها اللي تبين براعتها في هذا المجال. عائشة الله يرحمها تم العثور عليها في سريرها متوفية، لكن اللي خلت القضية هذا الترند ملابسات القضية، لأن القضية حصلت من خلال غرفة مغلقة. عارفين القضية اللي بتصير غرفة مغلقة ما في دخول عنوة، هذا الشيء اللي حصل مع عائشة الله يرحمها. كانت في سريرها بعد ما اكتشفوا أهلها ألمها أو صحيوا على صوتها، فلما توجهوا لغرفتها وجدوا إنها كانت مفارقة للحياة، وتم اغتيالها وإطلاق الرصاص عليها في منطقة الصدر. طبعا اللي حصل مع عائشة الله يرحمها إنها كانت في سريرها وتم اغتيالها وهي في داخل الغرفة من غير ما يكون في دخول للغرفة. بعد تحقيق من السلطات اكتشفت السلطات إنه كان في نافذة في الغرفة تم منها إطلاق النار على عائشة وهي في سريرها. بعد تحقيق والسلطات اكتشفوا فوارق الرصاص في المنطقة اللي كانت تحت النافذة، أيضا وجدوا آثار لسلاح الجريمة. الشيء اللي كان محزن إنه عائشة كانت من الناس اللي في وسائل التواصل الاجتماعي ما بتظهر بنفسها لكن تظهر شغلها، وهذا الشيء بيوريك إنه الشخص هذا الشخص بروفيشنال. الله يرحمها كمان من الكومنتات اللي كانت في حسابها بتلاقي إنها شخص جدا محترم، خاصة إنها من عائلة جدا معروفة. المحزن في القضية إنه بعد التحقيق اكتشفت السلطات إنه تم اغتيالها على يد شقيقتها على إثر خلاف مالي على مبلغ وصل ل20,000 دولار، هذا كان سبب اغتيالها. الله يرحمها عائشة ويغفر لها، وأي شخص بيترك في هذه الحياة أثر طيب ناس بيكونوا شهداء له في هذه الأرض، وعائشة كانت من الناس هذولي. أنا يعني بشوف كثير في وسائل التواصل الاجتماعي بيمدحوا طريقة تعاملها مع الناس واحترافيتها. الله يرحم عائشة. طبعا لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة. أشوفكم فيديو ثاني.